فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقلنا يكفر بالإيمان أي يستر قضايا الإيمان، وقضايا الإيمان الذي ابتدأها الله في السورة بقوله: أوفوا بالعقود. كل عقد إيماني يتعلق بالوحدانية لله وبالبلاغ عن الله، وكل عقد عقد بين المؤمنين وبين بعضهم، وكل عقد عقده الإنسان بينه وبين نفسه. من يكفر بهذه الأشياء فقد حبط عمله. إن ظن أنه قد نمى عمله كما تذهب البهيمة فترعى شيئا لا يتناسب معها فبعد تنتفخ بطنها فيخيل للرائي أن ذلك شبع وأن ذلك عافية، ثم لا تلبس أن تنفخ وتموت. كذلك عمل الذي يكفر بالإيمان، يظن أنه عمل شيئا ولكن هذا الشيء متلف له. والآيات القرآنية تكلمت عن هذا المعنى كثيرا، في حين شبه الحق سبحانه وتعالى الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة نحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ونحن نعلم السراب هو شيء كده من انعكاسات الضوء يتبين لك ان زي ما يكون ميه تمشي ما تلاقيهاش. قال لك اعمالهم كسراب بقيعة، يعني امر متوهم النفع حتى اذا جاءه لم يجده ما لم يجده شيئا. وقول الحق سبحانه: ووجد الله عنده. معنى وجد الله عنده يعني فوجئ بوجود اله، كأنه مسألة الاله دي ما مرتش بخياله. ووجد الله عنده فوفاه حسابه. ليه؟ لأن الإنسان ما يأخذش أجره إلا لمن عمل له. وهل عمل لله حتى يأخذ منه أجرا؟ ما عملش لله. ولذلك بعض السطحيين في الفهم يقولون ما الذين اخترعوا العلاجات للأمراض واخترعوا الأشياء التي تنفع الناس وهم كافرون، دول ما خلاص يعني يستوي مع. نقول له نعم، لأنهم فعلوا ذلك ولم يكن الله في بالهم، وإنما كان في بالهم الإنسانية، والإنسانية أعطتهم، خلدت ذكراهم وعملت لهم تماثيل وعملت لهم يوبيل فضي وألفت فيهم ومدحت لهم وعملت لهم كل سنة. عملوا للناس فأعطاهم الناس، إنما هل كان الله في بالهم؟ لم يكن الله في بالهم. وهم من ضمن المسخرين للإنسان المؤمن برضو يعملوا لنا الكهرباء كتر خيركم واحنا هننتفع به وهنقعد ونقرا قرآن ونقرا أوراد ونقرا مش عارف العلم واخترعتوا لنا طيارات وهنركب نروح بقى نحج ونعمل كل حاجه. يبقوا من ضمن المسخرين لنا ولا لا؟ انما هل هم اصيبوا على هذا العمل؟ لا يا اخوه، هم عملوه عمليه خدوا من وراءها المكاسب وخدوا من وراءها كذا، لانهم عملوا ولم يكن الله في بالهم. ولذلك مرة يقول اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. ومرة يقول اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم لا يقدرون ما كسبوا على شيء. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، لأن النجاح في الآخرة نتيجة للعمل في الدنيا، وما دام بطل عمله في الدنيا يبقى لازم يبقى في الآخرة من الخاسرين. كلمة هو في الآخرة من الخاسرين توحي بأنكم انتم تنغروا بأنهم كانوا في الدنيا بيكسبوا شوية مكاسب، شهرة وجاه وثروة ومش عارف ويعملوا اختراعات ويكسبوا هذا. قال لك المسألة دي ثانية كلها، لأنهم إما أن يفوتهم النعيم أو تفوتهم النعمة أو يفوتون النعمة. إنما الكلام في مين؟ الكلام في الآخرة، وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني وإن أخذ شيئا من الكسب في ظاهر هذه الحياة في ظاهر هذه الحياة الدنيا.